صباح الخير. آه، سريع كده. يعني لقطة سريعة كده. كنت قاعد على كافيه النهاردة، وبعدين لقيت خمسة ستة شباب مشغلين أغنية لعمرو دياب. واو! فبصراحة انزعجت جدا، قمت من الترابيزة بتاعتي: صباح الخير يا شباب، صباح النور. قلت لهم: مين اللي بيغني ده؟ فبصوا لبعض كده: ده الهضبة، وده اللي مش عارف. طب هسألكوا سؤال: هو لو العدو دخل علينا، انت هتحارب؟ انت طبعا. يعني تبدو جديتي خلت العيال تتخض يعني. ما حدش اتكلم ولا حد نطق ولا حد قال لي حاجة. طب ايه اللي انتوا بتسمعوه ده؟ قعدنا في جدل 3 4 دقايق. طبعا ما اقصدش الجدل لان هم مش هيقتنعوا باي حاجة خالص، لان هم يا عيني مساكين طلعوا على الولا حاجة. آه، اصابع الاتهام زي ما بتشير لحمو بيكا والمدفعجية وشواحة، هي بتشير لهاني شاكر وعمرو دياب. هم اللي وصلوا من العيال لكده. عايز اسمع الاغنية بقى. ولفت نظري سطر: ايمن بهجت قمر وعمرو دياب اعلنوا عن نفسهم فعلا، واعلنوا على اللي مطلوب منهم تجاهنا. اسمع الاغنية: لو بتحب السهر يلا بينا نسهر. هي الاغنية كده. لو بتحب السفر هسافر وياك. اي كلام في اي هجس. لو بتحب السهر يلا بينا نسهر، لو بتحب السفر انا هسافر وياك يا حبيبي. لو بتخاف من العيون احضني، ومش هظهر او مش هبان. بالنسبة للدلع هتدلع معاك. طبعا انا حاولت اعرف مين الملحن، ما عرفتش لان الاغنيه مش متلحنه اصلا، كلام اي كلام. لو بتحب الجنان مفيش اجن مني. قال يعني ده افيه يعني، وانا الواد الفريكيكو مفيش اجن مني. طب لو بتحب الهدوء انا هسكت مش هغني. الله ينور عليك يا ايمن يا بهجة يا قمر، انت وعمرو دياب. احنا فعلا بنحب الهدوء. لا احنا عايزينك تغني ولا عايزينه يغني. ايه الاتنين انتوا كشفتم عنا وياكم. لو بتحب الهدوء انا هسكت مش هغني. صح، جميل. يعني انت عارف ان الغنى بتاعك بيعمل ازعاج لانه لا غنى اصلا، هو مش غنى. اسمع بقى: وانا شمعة بتتحرق واموت لو نفترق. اما لازم كده نفترق، غرق عرق برق كده يعني. فلو شمعة بتتحرق اموت لو نفترق. ما السطور ملهاش دعوة ببعضيها خالص. اي كلام في اي حاجة بيضحكوا بيه على الشباب وبيضحكوا بيه على الناس. وبقى هم خدوا السلطة اللي هم يقولوا اي حاجة، وما فيش حد يقدر. هاني شاكر يوقف عمرو دياب عن الاغاني دي. يقدر يقول له ان الاغاني ديت بتغيب الوعي لدى الجماهير. يقدر يقعد يحاكمه ويقول له يعني ايه لو بتحب السفر هسهر وياك. لو بتحب السهر هسهر وياك، ولو بتحب السفر حاجة وياك، ولو بتخاف من الناس هستخبى فيك، ولو بتحب الدلع هدلعك، ولو بتحب الجنان انا مجنون، ولو بتحب الهدوء انا هبطل اغني، وانا شمعة بتتحرق واموت لو نفترق. تزعل ازعل وافرح على طول، وتفرح على طول افرح وراك. تمشي وسط الناس يلا ونعملها. يقدر يعني شاكر يقول له تعالى ايه اللي يلا ونعملها انت وايمن بهجت قمر؟ يقدر يقول له لا؟ ما يقدر. يقدر يقول له يعني ايه امشي؟ يعني ايه الكلام المرصوص ده اللي انت عمال تغنيه ده وبتعتمد على ان الناس بتحبك؟ الناس اللي هي ما عندهاش يعني بتحبك واي كلام في موضوع. نحب لوحدنا. هقول لك يا ريت نضحك ونرقص، نغني ونحكي اسرارنا ونقولها. شوف اللي تقول لي عليه. انا عن نفسي اشتريت. على فكرة، اللي عايزين بقى يدخلوا لي على القناة بقى
ناس تشتم وناس تقول لي انت عملت ايه، وناس تقول لي انت عملت ايه، وناس الترند تجيبوا من الاغنيه ديت وتقولوا لي معناها ايه. لو بتحب السفر هسافر وياك، لو بتحب السهر هسهر معاك، ولو عايز الجنان مفيش اجن مني، وهنمشي وسط الناس لا، مش ده الغنى، ولا دي مسؤوليه المطرب، ولا دي مسؤوليه الفنان. مش دي مسؤولية الفنان، ولا دي مسؤولية الشاعر اللي كان أبوه شاعر. خلي بالكم بين قوسين، كان بهجة قمر شاعر، كان أبوه شاعر ومسرحجي وممثل وسيناريست، راجل عبقري. إيه اللي أنت بتعمله بقى ده؟ إيه اللي أنت بقى بتعمله وقاعدين بقى أنتم حاكمين مصر، حاكمين مصر شعريا؟ بس ليه بقى؟ لأن الأستاذ الأمير ما يقدرش يحاكمكم زي ما بيحاكم العيال دي. ما ايه الفرق بينكم وبين العيال دي؟ ايه الفرق ما بين الاغنية ديت بتاعت 2021 اللي لو خشيت على جوجل كسرت الدنيا ومش عارف عملت 2 مليون اول ساعتين او لا 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 لا، في فيروس مش طبيعي. مصر اتفيرست غنائيا بفيروس غير طبيعي حقيقي. وايه الناس دي؟ الناس دي عمرو دياب ده بيعمل ايه الاغاني اللي بيقولها دي؟ انا لو قعدت هعمل له 50 60 حلقة في التلفزيون علشان نشوف الاغاني الولا حاجة، اغاني لحن الريتم واحد واي حاجة ومرزق. هو مرزق مع جيل ما بيفكرش، ما عندهوش الحد الادنى من التفكير، ما بيقدرش يعمل كونتراست ما بين الحاجة، ما دقش الحاجة الحلوة، ما دقش الحاجة الحلوة مسكين. وسائل الإعلام باعت كل التراث بتاعنا، خلت الحكاية كلها ما تبقاش باينة لهم. طيب، على العموم لو احنا عندنا قصر يد ومش هنقدر نحاكمكم، التاريخ هيحاكمكم. والتاريخ عنيف على فكرة. محاكمة التاريخ محاكمة عنيفة لا يتخيلها بشر. لو بتحب السفر يلا أسافر معاك. طب ولو بتحب السهر يلا نسهر سوا. طب ولو هتتجن مفيش أجن مني. طب ولو عايز تعيش في هدوء أنا هسكت مش هغني. أنا هسكت مش هغني. يا ريت تسكتوا بقى، ما تغنوش بقى عشان احنا بنحب الهدوء.